ربنا يقدر بالحق من يشاء. الساعة 5 الفجر دلوقتي. حلو. المفروض يعني 5 الفجر توقيت القاهرة. and احنا بقالنا من الساعة كام؟ من الظهر امبارح يعني ممكن فترة بقالنا كام ساعة حلوين قاعدين خدنا لفة حوالي الكوكب. والرسالة بتقول ايه؟ خد اختيار. اختاري يا أمريكا، يا تتجابي من لا مؤاخذة يباظ وتتحكم فيك القوى الشيوعية، يا تفضلي انت في المركز الأول. الاختيار ليك وقبلة، ويلا قدامك أسبوعين تاخد قرار. طبعا الكلام ده ملخص ل 500 ساعة عمالين نسمعها يمين وشمال بتفاصيل التفاصيل عن الجزيرة اللي هيحتلوها، وبهلاوي ماله ومش بهلاوي ماله، وصباع بيبي والتكتيكات المحرقة والدول اللي اتشلوحت والملوك اللي هربوا. مش عارف كل شوية يقول لك الملك هرب نروح نجيب الملك العادي تاني. بضحك بجد، ما تضحكش. ايه الاشاعات الفارغه اللي قلتوها على بيبي ده؟ قال لك حياه ايه اللي بيخاف من نفسه من الحياه ده؟ طلعنا كده وبخرنا، قال لنا اطلعوا من البنك ما تقعدوش، احنا اقوياء نواجه الحياه كده بقلب. وازاي ولسه بقى لسه على العنصر بتاع 8200 يخرب بيت كده. دول مدوري اسماء يعني، عارف؟ يا خراب اسود على التطويل. انت لازم تلتمس العذر المصري المطلق. يعني يعني عارف السي اي نفسها تعمل كده تقول لمصر ابوس ايدك. لا مصر المفروض تعمل كده. مصر ابوس ايدك، شيل انت اللي مش شيليهم يعني، بس انت قاعده جنبهم بقالك فتره، فانت عارفه المماطله بتاعتهم، مماطله مش اسطوريه يعني. انا ما شفتهاش بحد. طبعا امريكي مستحيل يمطل بالشكل ده بعمل وصول. المصري لا، ما في، مش انا ما شفتش مصري بيمطل كده لسه يعني. بس ما يعني اعتقد ان دي مهاره لوحدها منسوبه اليهم. من ما هو سبحان الله. البقره اللي هو طب لونها بشكل هموت واعرف سيدنا موسى من الناس الانبياء، او نفسي اسمعه بيحكي لي، اقعد جنبه كده واقول له احكي لي اللي حصل. طب ليه يا بنتي عايز ترجعي للي فات؟ معلش انا كده استحملت ازاي؟ سيدنا يوسف سبحان الله يعني صناعة ربنا. برضه ربنا قال اصطنعتك ايه؟ بنفسي واصطنعتك بنفسي وخيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي. صناعة ربانية مش افكك الله يخليك. كنت جايبين الواد ده ايا كانت العمر واحدة 8200 بص شطة في المنطقة كلها، جاب لك الكوكب والخريطة وعقلك في راسك وكراستك معاك. الاوبشنز ده كله في شكل براكت، هتمر بكذا وكذا كتف. بغض النظر ان الكلام ده مرعب ان الواحد كان قايله من زمان. لا which is really scary، لان مش ممكن بقى احنا كده جبنا دماغ المخابرات الامريكيه وجبنا دماغ الموساد في نفس القعده. ف which is ما شاء الله قوه الا بالله، دي حاجه عند ربنا يعني لو عرفنا نفكر زي الاخرين. which is هي تخوف شويه. مين اللي بيفكر لمين دلوقتي؟ I'm confused. مين اللي جاب مين جنب مين؟ قال لك كنا امريكا عايز تمشي على ايه؟ تسيب فراغ كبير في يسمى الشرق الاوسط عشان تتفرغ للصين وتبقى خلاص كفايه بقى، انا تعبت من الشرق الاوسط مش قادر اكتر من كده. والبعض قال لك لا مش هتسيبي الباور فاكيوم، هتسيبي فراغ. طب تعالي والجماعة اليساريين الكوخة الزرق دول، مش الصفرا لا الزرقاء اللي هي الديمقراطيين يعني، اللي جايين ينتخبوا نفسهم كمان شوية ومش راضيين
يعملوا لنا الكلام اللي احنا عايزينه. قال لك طب ما احنا جبنا لكم الجيش الامريكي يقع على بتاع النيل اللي انتوا عايزينها. مش احنا اللي قلنا هنمضي، هم اللي خدوا القرارات، احنا اللي بنقول لهم ازاي نعملوا تكتيكات عسكريه احسن بحيث ان احنا نضربهم ونوجعهم عسكريا اقتصاديا. مستخدم القوى العسكريه ان احنا نضربهم اقتصاديا ونعطشهم في المطلق. ده باي ذا واي ما تنسيش ان السعوديه فضلها اسبوعين وتبقى مش ما تشربش لو ضربوا لها حاجه كده. في حاجات بتضرب ما تخليهاش توصل لها الميه بغض النظر، او ميه نضيفه او محلله ايا كان الشرب يعني. ده كمان ده على اخر رمضان ترجتنا كده يعني. ايه ده على اخر رمضان انت بتقول ده لسه خلاص 20 مارس عيد ميلادي. طالبه منهم يخلصوا الليله دي قبل 20 مارس، شوفوا عايزين يطولوا شويه فين. طيب انا لسه هخلص مع ليشا و آم، احدى عناصر 8200 اللي واخد ميداليه الشرف المخابراتيه موظفين في الانجليزي. دي حاجه غريب بصراحه. كل ده مفيش انجليزي، كل التايتلز اللي واخدها ده قدامك وحاطط الخريطه وحاطط الفكره وحاطط اللي هو ايه قدامك يا امريكا كام شهر وتستنفسي تستنزفي، واحنا مالنا الليمبي مش احنا اللي بنقرر. في اصوات في المنطقه عماله تقول ان احنا ككيان يعني اللي بنحرك امريكا. كلا وحاشا. حاشا وكلا. مين اللي اتحرك امريكا يا راجل؟ بص على الخريطه يا راجل، بص امريكا كبرها ايه واحنا يدوب. نرجع تاني للمظلوميه. عندك نفس؟ النبي عندك نفس عشان انا يلا بينا، يلا نكمل ليش عبد الوليد. هو طمنا على صحته ان هو كويس كويس. يا مراته جاب مراته خلينا نعيط النبي. آه أثرت يعني. و- وكل الإشاعات المراهقة دي إن أنتوا تطلعوا إن بيبي مات وتجيبوا بيشرب كوباية القهوة بصوابعه 5 كلام. أنتوا على أساس إن أنتوا عايزين تعملوا حرب نفسية الأعداء اللي بعده. عايزين يهلكوا العالم 8200 عالم. بصوا ثانية واحدة بس، شيلوا الكيان من الخريطة. شيلوا الكيان من الخريطة، اعتبرونا مش موجودين في الكوكب. انتوا هتتصرفوا ازاي دلوقتي مع ال مع الشبق الايراني والشبق الشيوعي؟ They don't only have drones, they also have sea drones, sea-going boats that are remote controlled that also can carry explosives and blow American Navy ships. بقالي كام يوم بدور على ليش بنادي عليه. طمنا عليك يا ليش. فالكلام ده كان المفروض من كام ساعة، 11 ساعة صح؟ منزل الكلام ده من 11 ساعة. عشان نبطل الاشاعات، نقول لك مستخبيين ومش راضيين يواجهوا. لا، يطلع ويتكلم ويورينا نفسه. امال ايه نحبط الاشاعات اللي بتيجي عليه؟ شعارات الأمم الأمريكية خلت لدى هذه القناة اليوم تحت أشخاص روسيا فيها مشروع إيران كله. And that's why I said you have to ask the simple question: does the United States, are the people of the United States willing to be under the control, under the influence of the Chinese, Russians, and Iranians? ثانية واحدة، الأمر في إيد الشعب الأمريكي. اطلب تلاقي 350 أمريكاني بدائي. يلا بقى أنت كده بتخش في الانتخابات وبت بتلخبط. قال لك الشعب الأمريكي، تحب يا شعب يا أمريكي تبقى عايش في حريتك وديمقراطيتك، ولا تتحول إلى تبقى عايش تحت حكم الشيوعي الشيعي؟ وهو مش فاهم يعني ايه الشيوعي ولا الشيعي. الشيوعية والشيعية مع بعض 2 شين.
يعني اوريدي حريه التعبير بتاعتي بدات لا مؤاخذه بقالها فتره، وتقعدونا في حاجات اكتر لا ما نقدر. الشيوعيه والشيوعيه بقى هتوريك حاجات تانية. هنوريك تيجي مريم ما هيعرفوا منين بدون نبذه. لا مش هنطور اكتر من كده برضه، ما ينفعش ما بالناس. فهل الشعب الامريكي الناخب مستعد يواجه هذه المعضله؟ انه يقول للامريكان كل شويه يقول لامريكا الدوله يعني قال هي دوله انت بتبعتي جيشك ليه يا دوله؟ الله، طب ما انت لو مش انا المهيمنه دلوقتي حد تاني هيجي هيمن يا ابني. لا حد سيد تاني تحب السيد الصيني الشيعي يجي يهيمنك هيجيبك من بضانك. قولا واحدا كلكم واديكم تحبوا ان دول عشان دول بيجيبوا من تحت كده واحنا يا دوب بنسخف عليكم. احنا حكم الامريكان احلى. انتوا عارفيننا من زمان واحنا عارفينكم. روسيا تقول لك نشيل امريكا من المنطقه وتسيب فراغ كبير. هموت واشغل الاغنيه دي بقالي فتره عمال اقولها، اللي هي اللي هو مين اللي بياخد قرارات من مين؟ بغض النظر ان مين بياخد قرارات من مين. الموقف دلوقتي حطوا العجل في الملعب. دخلوا العجل نزلوا العجل الملعب. فعارف الكولوسيومز والافلام الرومانيه لما ينزلوا بقى ايه حد هيخلصوا على حد يعني. يجيبوا اتنين هركليز في بعض كده يقعدوا يقطعوا في بعض والناس تزور قصدي تسقف وتتبسط على الناس بتموت في بعض. عشان تبقى واحد لما ما عرفوش يموتوا الراجل ابو العضلات الجامد ده يجيبوا له بقى وحش كاسه يفتحوا عليه يدخلوا له اسد بقى ولا يدخلوا له حاجات تنهش في لحمه كده. لا اله الا الله يا اخي. النبي الحاجات دي مأثرة على دماغي قوي. انا قاعدين بقى بالدماغ بقى الدماغ وصلت لكده دلوقتي. ما بتوحدوش ربنا ليه في قلبكم؟ قول يا وده التاني بقى ايه لو شفت منظره اسلوبه ما يجيش. ما انت تفتكر يضعف. انت تفتكر الافكار هذه الافكار بتيجي من حاجات كده لا والله لا. ده الحاجات اللي هي قد كده اللي بتجيب البتاع. גזענה, התמיכה בטראמפ בקהילה האמריקאית חייבת להיות תיאורטית. Because if not, if you do not want Chinese, Russian, Iranian control, you've got to give the president absolute support. Absolute support. You need that support. ايوه لازم تدي الرئيس الامريكي ترامب تديله كل الدعم. ليه؟ عشان بيحاول يخليكم امريكا مستقله. امريكا حابه تاخد منطقه في الحياه. ما انتوا عمالين تقولوا لي بلاش الجيش يحارب وبلاش الجيش يروح وايه اللي ودى الجيش هناك وايه اللي ودى معرفش مين هنا وبتتدخلوا واللي مالكوش فيه ومش عايزين تسمعوا الكلام. وانا اروح عمال من اول يوم بقول لكم جايب لكم فلوس وجايب لكم حاجات وبتنيلين بتقفوا في السوبر ماركت في والمارت. ايوه والمارت. ايوه واقفين في والمارت بتنقوا بالساعتين ثلاثه بين الزبادي. قولي الزبادي المره الجايه السيد العيال اسمه ايه؟ اسمه ايه واحد من لا مش مشكلة. واحد من الجماعة بتوع اللي هناك خضني النهارده. قعدت اقول لكم والمارت لقيته بيقولها قلت لا بقى. قال لك بغض النظر فبتخيرهم. فالامريكان ما يعرفوش المعضلة دي اصلا ان الكوكب فيه حاجات زي كده. هما الحاجات دي بالنسبة لهم overseas. Okay, so what am I supposed to be raising right now? Well, you're gonna have like a Shia communist like regime taking over, and you're really not gonna be in control, and they're gonna just like suppress the fuck out of you. Yeah, and you're not gonna really have any of those like super holidays and all this shit. Nah, I don't think so. I mean, you're gonna be like, I don't know what you're gonna end up with, but you're gonna end up with something so unfamiliar like communist and Shia. Oh my God, Jesse, do you know what that means? طبعا جيسي بالكنافه. انا مش فاهم انت بتقولي ايه بس حولها لحد تاني كده بتقول ايه دي. بتقول ايه؟ هما دول يوسف شاهين. مش قادره يا جدعان والله العظيم.
هم دلوقتي بيعملوا لك فيلم مصري. لا انت عايش فيه دلوقتي، هو بيقول لك مصيرك اهو. بيقول لامريكا مصيرك، تختار المصير. انت في مصير دلوقتي احنا بنحددهولك. ليه؟ احنا المشاهد، فعارفين شايفين. انت هناك بعيد، واقع نفسك من بعيد قبل ما يوصل لك المعلومة. بمزاجنا نقولها لك، بمزاجنا نخبيها عليكي، بمزاجنا نتعولق، بمزاجنا نتمرقع ناخد يعني. هتقعدي معانا طول الوقت، تجيبي كل اجهزتك عندنا يعني فين؟ ما انت حاولتي وما يعني فاهم. ايه اللي مودي الجيش هناك؟ ليه قال لك الاقتصاد 80% من الاقتصاد ان ايران هيقع لما يعسكروا على جزيرة خرج. طب ماشي وبعدين؟ آه وبعدين ساعتها يضرب ايران في اللي بيوقعها عشان تقف عند حدها، ما تقعدش تضايق الخلايجة كويسين. تضرب فين باللي بيوقع؟ اضرب البنك الفيدرالي يعني اللي بيطبع فلوس واعمل اي حاجه. إيه شيل المله في المله. ما ينفعش المله يكون موجود، نظام المله ده يبقى موجود خالص. جفف وقطع عنه كده الدعم. وطب و بهلاوي مش دلوقتي. بهلاوي ملوش تأثير دلوقتي لما نشيل النظام الأول. طب والعرب الشيعة السنة مش دلوقتي يا أخي، وكله جواري يا باشا، ما تستعجلش على رزقك. الصبر يا باشا، الصبر في الملحات. يا خبر اسود. الله، ده بس انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل بجد، بس ده بس مجرد الفكره بس. حاطين بيفكر بصوت عالي. كان بيقول لمراته اسم الله عليها، كان بيقول لها بصي زمان كنا بنحارب الحرب الظل، دلوقتي بقينا بنحارب في الملأ. ما بقيناش رجال ظل، بقينا رجال نور مع الملأ يعني بنطلع. كنا زمان بيقولوا علينا ان احنا كنا بنحارب في تحت لتحت يعني، ونشيل علماء ونحط علماء والكلام اللي هو بيقولوا علينا ده. لا، الموساد هياخد وشك يعني. تقول لك احنا هنعمل فيك ايه؟ يلا عشان ما تبقاش اي حاجات من اللي هي رجل المستحيل ولا كلام ده. لا لا لا، وتقعدوا تعملوا بينا حجاب وبين بعض، تيجي نتعرف على بعض. ادينا اهو جبنا لكم العيال بتوع الواحد 8200 اللي عمالين تفكروا في دماغكم او ما بيتكلموش عربي ولا انجليزي حتى. طب ازاي شغال بي واحد بين الانجليزي؟ انا مش فاهمه ازاي واحده زي كده تبقى نخبه الموساد ما بتتكلمش انجليزي. ازاي نخبه ما بتتكلمش؟ محتاج مترجم. نخبه مين؟ ايه اللي نخبك؟ ما هو هي بقى، ما دي لغه كوكب بغض النظر. ده مين ده اللي ده؟ Is he back؟ ده اللي ده؟ It's him, right? Is it him? Oh my God, he's back. Okay, but whatever. Okay, he's gone for a while. الحمد لله على السلامة. I don't know his real name is. الليمبي اسمه ايه؟ أنا عمال أقول لك مش أنا الليمبي ولا إيه الليمبي في وشي. الحمد لله على السلامة. الراجل كان قاعد في بيته بقاله 10 سنين متواصلة. مسكين، ده حاجة تزعل قوي. طب يعني رجع للشغل، ده حاجة كويس قوي. طيب يلا. كمل. أنا في عالم موازي، في زمن موازي دلوقتي بقى. أنا قاعدة مع المساعدة يا جماعة لو سمحت. وأمن الدولة لغاية دلوقتي ما كانتش رازعة على الباب ولا خبرت حاجة. ممكن. If the American people would give the Trump administration full support, then the Trump administration could fight this war at all costs. That's what he's thinking. الشعب الأمريكي يدي لترامب كل الدعم عشان تتدخل في الانتخابات. معنا دلوقتي مع كل الثورة الانتخابية مش ملاحظين إن كل اللي معني بالحاجة مش معني. ما أنت لازم تتعيني مع خلاص، ما فيش حاجة اللي لسه هتتعيني. هتتعيني لازم تعرف. بتلاقي موسم الحرب هو مواسم بتيجي مع أيام الانتخابات، وقدر بقى التجديد النصفي ولا أيا كان. So this election term is really exciting يعني. شهر 11 العقرب
במדינת ישראל היום, אם שואלים את הישראלים, הם אומרים כמעט ללא יוצא מן הכלל. זאת המלחמה המוצדקת ביותר של בנימין נתניהו בממשלה שלו. If you ask the average Israeli, both on the left and the right, if this war is justified, the vast majority of Israelis will tell you this is the most justified war, and we're behind the prime minister. כמו ששמענו, لو سألت الشعب البعدة لو دي حرب عادلة، عشان الراجل القاضي الراجل قاضي الحريات زادنا فلاتان مسكين عادي ماشي يقول لك this is just war. هل الحرب دي عادلة؟ هل الحرب دي تبع الكونستيتيوشن؟ هل الحرب دي تبع قوانين العدل الدولية والمحلية والمهلبية كلها؟ لا، وكله يقول لك لا ما فيش عدل يا سيد القاضي. لا، يقول لك بس لو سألت الشعب البعدة هو بيقول احنا أدرى بالعدالة. لا، مش احنا عندنا داوود كان قاضي، احنا أدرى بالعدالة. امال ايه؟ مؤسسة العدالة هناك عند اللي بعض، ما احنا الشعب البعدة بيقول لك احنا الحرب دي عادلة، مالناش لا نقى ولا جمل فيها، احنا ما حاربناش، احنا مش بنقول للعرب حاجة وحشة، اللي بيضربوك الإيران واللي عمالين أثروا على الشيبس في تايوان إيران، واللي عمل الليلة أول ميليشيات، واحنا عملنا، احنا عايزين يا دوب نحمي نفسنا. أمريكا عايزة تفضل مهيمنة، واحنا بنقول لها عايزة تفضلي مهيمنة، هو دي اللي المفروض تعمليها عشان تفضلي بهيمنتك. لو انت مش هتبقي مهيمنة ايه اللي هيحصل لك؟ ان الصين هتيجي مش تركبك، هتشدك من بضانك. فتخيلي المشهد، حسي بيه بقى، تخيلي بقى كل واحد يمسك نفسه كده يقول لك يا نهار اسود، ده لو جرجروني من الحته دي هيحصل لي ايه؟ الراجل بيديك فيفيد ايماجينيشنز عشان تتخيلها، هتوجع. المفروض تحس تقول اي لما تحس يعني. لو خيالك لازم خيالك يجيب عشان تفهم اللغه، الحاجه النفسيه اللي بيحاولوا يعرضوها على العقليه بغض النظر ان الشعب هناك ما يعرفش حاجه. يعني ايه 8200 دول؟ مستحيل يعرفها، مستحيل اصلا احنا الشعب بتاعي المصري يعرفها دلوقتي، غير لو الكلام ده بقى قضيه يعني بقت معلومات عامه، اللي هو خلاص احنا بيقولوا هو بيعرفوا عن نفسهم، فاحنا بنقول لكم برضه بنترجم بالمصري. عبد الوهاب النصيري رجع يتحدث من جديد. ايا كان احنا رأفي ايا كان بقى، سمونا اللي سمونا. ليه بتعمل؟ عشان تعرفوا اللي بيحصل، تعرفوا مين اللي عمال يعمل لكم الاكل والشرب والليله، لا وتتحدوا جوه، شوفوا بيعملوا ايه بالشعوب. انا اسود ومية، واللي بحرق بنزين على 11 ساعه بفتح بقي، اللي بهوهو ليه؟ was opposition, right? We heard from the head of the opposition who said, I'm behind Yair Lapid said very with a lot of gusto, said I am behind the Prime Minister 100%. This is the head of the opposition who hates the Prime Minister. حتى احنا اتحدنا جوه يا جدع، حتى احنا المعارضه بتاعتنا ياير لبيد اللي كان عمال يضرب في نتنياهو طول الوقت، جاء الوقت الحق خلاص، ما المسيح جاي مصايا. وقف وقفه اسد ورا الراجل بيبي باذن رب. الله صرف ايه؟ مين اللي صرف؟ كانت بتوزن الدنيا شويه قبل ما تولع. شوف ساره ماشي، زعلوا ساره راحت دلوقتي انا قعدوا تسببت. وسبيبي يطلع يشرب كوبايه القهوه من غير غطا، واثق من نفسه وواثق من الفوز، ويقول يا جماعه بتطمنوا عليا كتر الف خيركم والله مشكورين، زياره المريض برضه واجب. انا زي الفل والدنيا شمس ورايا، واللي جاي وعناصري هتطلع تتكلم معاكم وهتوريكم ان البلكونه الفرندا فيها شمس، وان احنا موجودين وقاعدين الدنيا حلوه وطالعين اهو. بس اسمعوا كلام الامن لما يقول لكم خشوا شويه تحت المرجع، وبعدين تطلعوا شويه كده ونخلص الموضوع ده. في ايه؟ ليه تعملوا شويه اشاعات ان دي ايده راحت ودي ايده ده؟ الكلام ده ايه شغل؟ عقله. تخيل لما بيجي يطلع يقول لك الكلمتين دول،
انا بره الليل مش انا نفسي لما شفت انتوا بتعملوا ايه؟ مين اللي ليه بتضحكوا في المطلق عليه؟ يعني يقول لك بيبي زي الفل وربنا مطول في عمره وعطاه الله في عمره، احنا مش عايزين سيطرة وهيمنة. مين اللي قال الإشاعة الفارغة دي؟ فوق عليك يا هدوء. لكن احنا عايزين يا دوب نحمي نفسنا ولا نتوسع. توسع ايه ايه ده؟ لا لا لا. انتوا شفتوا كل اللي وحشين عايزين يعملوا ايه في الكوكب؟ عايزين يثبتوا لكم مش ان احنا القوى الوحشة، عايزين نحمي نفسنا ونحميكوا. انتوا مش فاهمين ان ده اسلوبنا في الحماية ليكم، مش بتحبوا اسلوبنا في الحماية ليكوا. طب دوقوا بقى لما نسيب عليكم بقى ايران، ده احنا كنا ماسكينها يعني. الله، ده احنا يعني رماة الميزان احنا. غني يلا. He said, I understand you because this is a just war. And Lord لكن يقولون طبعا ده المثال بيقول لك احنا بنحارب بشرف وعدالة. السياسة بتقول لك احنا على جرب باشا، احنا بنحارب بلا شرف، بلا عدالة، بلا قواعد اشتباك. احنا في الشلاحات، احنا ده بص وحوش. والتاني بص امريكا هي اللي بتتوحش عليكم. 175 طفل اللي اتضربت امريكا هي اللي ضربتهم من توماهوك، مش احنا لمبي، مش احنا معتدلين، احنا ناس معتدله. امريكا هي اللي انفعالها وحش. انت يعني انت طلعت العفريت من الام ومش عارف تدخله ده. لا ولا ادخله مين؟ بس ده اللي طلع كان ماسك نفسه عنده ثبات انفعالي زيادة عن اللزوم. والجنرال كائن يا عيني، الجنرال بائس عزيز واقف يبص على الجزمة بتاعته. لما انتوا محمد السكران جرعة كده ترموش محمد السكران بقاله 3 أيام بيتروق عليه. اللي هو وزير الدفاع أو الحرب ده ممكن يجيلك من يفشك من راسك وانت قاعدة في مصر. وانا ما لو راجل اعملها. الله لو راجل. المهم محمد السكران طالع، محمد السكران طالع بقى ايه فككوا كل جنرالات حرب ايه والكلام فارغ ايه. ده الساعة دلوقتي احنا لازم نتحارب بسموم. تفتح صدر اليمين تلاقي علم نجومية أمريكا، نجوم الولايات الأمريكية، وتفتح صدر الشمال تلاقي النجم الدولي، بغض النظر إن ملهاش دعوة بسيدنا داوود خالص. يعني مع سيدنا داوود مسلم عادي، نبينا مش كلهم مسلمين يعني. مش هنتخانق يا باشا، والله ما هنتخانق، ربنا في الآخر يوم الحساب بقى نعرف. أنت هتتحاسب برضه يعني، مش هتعمل ربنا في الآخر. يعني ما تنسوش الولية بقى اللي بتطلعوها كل شوية بالعبري ده، لكن احنا نربي فين؟ ايوه لا لا ده حتى بيقول لك ترجم لها الكلمة كده، ترجم الكلمة زي ما هي يا ليشا. أنا جاي لك من 8200 وبقول لك هتجيبه من بضانه، فليشا قال لك تمويه ده برنامج عائلي ما أقدرش أشتم فيه. بس أنا مكلف دلوقتي إن أنا أترجم لك أو أوصل لك الرسالة بالحرف البرقية بتقول لك هجيبك من بضانك وكسر فيها يعني بتضايق شوية، مش بتشتيمة. مفيش اخبار الروس لما تتكلم تسمعهم بيتكلموا تحس ان هم هيعملوا حاجه كبيره. مش عارف ما دخلتش، بس شاطرين الروس في السيطرة على الرجالة. الستات الروسية هات إسرائيل يشفي إنترس من As an Israeli, it's obvious to me that we need to defeat the Mullah Iranian regime. اول تاریخ یک واقعی جان اینا آمریکایی که نزدیکشون کشور رپوبلیکانی و دموکراتی این مطلب وصول להישאר כחלק מהעולם החופשי, אתם חייבים לנצח את המשטר האיראני בכל מחיר. It has to be clear not to me, Luciano, Israel, but to the American people. If you want to stay free people, people of liberty, not under the control of لا مش
احنا مش بنتكلم في الشرق الاوسط. ثانيه واحده مين اوسط ايه اللي اتكلموا؟ بس يا عم الله يكرمك دور بس على الملك بتاع البحرين راح فين؟ هو فين ملك البحرين؟ امير البحرين او اي حد بتاع البحرين كانوا بيبيعوا لولي من فتره. في حد هناك يعني معني باللولي، واللولي بيصبر عليه عشان يجيب اللولي حقيقي من البحر. حلي من البحر. لازم اللولي يكون صحيح، مش لا كرواتة لولي ما ينفع. انت ما تفهمش في اللولي، لا مالكش كلام معايا لما تفهمش في اللولي. يحبش كده، ده حاجة راقية يعني ومحتاج صبر يعني. فايه نتنياهو بوستس فيديو ان ريسبونس تو ايران's rumors. يا عم خلاص عرفنا بقى ان نتنياهو عايش حي يرزق. لسه البتاع ده مشهور حالا، والراجل بتاعك بقى 11 ساعة قايلها وخلاص، واحنا الهدهد جابها وشطفها، واحنا كلنا مع خلاص اهدى. والحياة وقفت على قلب نتنياهو. الكرة الأرضية اتشنجت لما طلعوا إشاعة نتنياهو راح عند ربه. لا، ده مش وقت الحساب، هو بعث من جديد. ده يائير لبيد نفسه واقف في ظهر نتنياهو دلوقتي خلاص. لا إله إلا الله يا أخي. الله حتى المعارضة وقفت في ظهر نتنياهو. اتحدوا يا شعب الأمريكي عشان ما تخسروش حريتكم. انتوا متعودين على الحرية، ولو ما سبتوش ترامب يعمل اللي هو عايز يعمله، اللي هو احنا بنقوله له يعني، حريتكم هتروح منكم يا شعب يا أمريكا. تخيل لما حريتك تروح منك، بغض النظر ما تتخيلش انت يعني مش عشان انت هناك اختلاف في الموضوع. فهم الحرية ده اصلا مفهومة غلط. تخيل لما حريتك تروح منك الشيعي يسيطر عليك. اوف ايه الاختيار ده؟ اختيار صعب قوي لما احطه لا صعب مش طب خلاص كمل معايا. عايز تمشي من منطقة وتسيب فراغ؟ عيب ما تقولش كده. مين اللي هيجي يركب القواعد العسكرية؟ الصيني يجي يركب القواعد؟ احنا منين يا لمبي؟ احنا ايد ورا وايد قدام. Forget Israel. You have to back this war 100% and fight at all costs. انت يا شعب يا امريكي انسونا خالص. انتوا ان في بعض مكان موجود لازم عشان حريتكم ووجودكم وفنكم متناسقة. وكم راجل هناك لا كل واحد طبعا، كل ست هتهتم لانهم بيمارسوا الجنس من سن صغير. انا بدون مصلحة. ما انا اعمل ايه؟ انا مالي؟ الثقافة هناك كده. انا هنا بغض النظر يعني هتبقى مهم الست تهتم براجلها، جوزها، صاحبها، عين نسيبها معاها. انه لا الحاجات دي مهمة عندي، حاجتي. الثقافة الجنسية مختلفة شوية. ف مش بتاعتك دي، حاجة تانية. انت طب رايح فين؟ مش انت فاكر غلط. دي وضع يد. احنا عملنا احتلال في هذه المنطقة. لا اله الا الله. كنت زمان اجرأ من كده. المهم لا اله الا الله. لا انتوا ودعتوني ورجعتوني لزمن الشقاوة قلة الأدب. فتفكر في نفسها كده تقول لا ده انا مستقبلي هيروح. لا، هو انت فاكر واحدة بتأمن مستقبلها بفلوس؟ لا، امال حياتك الجنسية تعيش بلا حياة جنسية؟ تفتكر المواطن الأمريكي الشريف لما يتكلم مواطن أمريكي شريف يعيش في حياة سوية، أنا همنع نفسي عن الحياة الجنسية 40 سنة؟ عليه؟ لا يعني حرفيا ليه؟ بما انه منطق. ولماذا؟ ما عندي الموضوع عادي، ما فيهوش مشكله. ده بيدينا كوندومز في الجامعه يعني، او الهاي سكول من بدري بيعلمونا ده جسم الراجل وده جسم الست. وشرير هرموز بالظبط عامله زي البتاع بتاعت الست كده ضيق. لا الثانيه اصلا الصراحه مهروقه. والضرايب، مش الضرايب، التأمين 400% زيادة يا جدع. مش هينفع تنفع السفن كلها تدفع عليها تأمينات.
احنا بنوفر لكم الموضوع. ذنبها ايه بقى ان ايران اتوجدت في حته استراتيجيه مهمه جنب مضيق مهم و وفي مضيق تاني باب اسمه باب المندب برضه هيتقفل، اللي قفل ده يقفل ده. طب وليه امريكا ده ما عارفه ان الحاجات دي بتتقفل ما جابتش الجيش بتاعها من بدري؟ مش بتعمل حق مع عادله، مش بتعمل حرب استباقيه هي، لا، هي لقيتهم بيتصرفوا غلط فقالت انا هتواجد بقى عشان اعمل ميزان. لا يعني انا السي اي نفسها ما بتقولش على نفسها كده، ما عندهمش دماغ الكلام ده، مش ممكن. אני לא משתמש בסיסמאות, המשפט הבא אני באמונה שלמה אני מאמין. Okay, I'm not just using this as a kind of phrase, but I believe the following statement with all my heart. המלחמה הזאת ספציפית זה מלחמה של שנינו. This specific war is a war, both of us have great interest in this war. It's a war, it's our war together. תודה. אליהו יוסיאן, אני רוצה ממש להודות לך, אליהו יוסיאן. انا بقول كل الكلام ده من قلبي بقى بجد بتجرد خالص. الحرب دي حربنا احنا الاتنين ولازم نتكاتف، نبكش كده ونشيل اختلافاتنا ورا ظهرنا، والكلام الفارغ اللي بيتقال علينا ده نشيله، وخناقات السياسة والسياسة نشيلها، والكنيسة ننظمه ما يبقاش عامل زي جنينة حيوانات، والكونجرس يختار، الكونجرس بيحب ياخد بسرعة يعني الشاي بالياسمين خلص. ها طيب قولوا للسعودية إن هي محتاجة تدفع تاني، معلش قدام أسبوعين وانبوه يروح. لا طب وهي مالها يا جدع؟ المنطقة هتضطر بقى السعودية والخليج يروحوا الناحية التانية عند الشيوعي. بلاش الشيوعي. Former officer in the IDF's 8200 ده كان ضابط في الجيش وعنصر في المخابرات. unit. He was there for 15 years. 15 سنة ازاي وهو كله على بعضه 20؟ المهم Here, he has an Iranian accent. He was born in Isfahan. ما احنا قلنا كده ان ايراني اصلا، اسم الله عليه، اتولد في اصفهان وراح خدم في البعدة. عارف صدق احنا ممكن نعمل دماغ من غير اي حاجه. He grew up in the Islamic Republic. هو عيني اتربى في اصفهان وقاعد في الجمهوريه الاسلاميه السيئه، قام جه خدم عندنا في كيان. لو خدم بقى جيش بقى وخد ميداليه الشرف، وبعدين دخل المخابرات لقينا بيفكر وعنده اللغه الايرانيه او الفارسيه او ايا كان، يعني هو عارف حتى بص بيتكلم بالانافه كده، ده رفيع المستوى، ده النخبه. امال ايه النخبه عندنا؟ بص النخبه عندنا مروق على نفسه ازاي، وبيتكلم بيقول كده مش اوامر بس بيقول لكم الخريطه هتمشي ازاي. دي عقليه فذه. كمل. 12 years of education there, they moved to Israel. وقعد 12 سنه يدرس. لا 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 ده متعلم، عمل ايه بتاع علم ده؟ 12 سنة في الجامعة يدرس أو أيا كان هو بيدرس فين، وبعدين نقل عند الكيان بإرادته. And became a highly decorated soldier analyst in the intelligence units specializing in Iran and the Middle East. وبقى highly decorated يعني مستوى رفيع المستوى في الضباط الضباط المخابراتية المحلية في الوحدة الوحدة اللي اسمها ايه دي؟ واحدة ماشي. حاجة ضخمة أوي الله، مش انتوا بتحبوا الحاجات الفخمة؟ نجيب لكم واحد فخم ومتخصص في الشرق الأوسط وإيران طبعا، هيتخصص في مين غير بلد الأم؟ لا إله إلا الله بغض النظر. Channel 14 and is really one of the voices in Israel helping us understand the Iranian mindset. ومن الأصوات اللي موجودة في الكيان إنها بتحاول تساعدنا نفهم عقلية الإيرانيين. ما الواد متربي في إيران ومولود أصفهاني أصلا، تخيل من يهود أصفهان. أنا معرفش هو يهودي ولا لأ، بس ممكن يكون من يهود أصفهان عادي. مع في يهود في إيران. المهم الناحية التانية، طب وأنتوا عايزين حد يتكلم بأني لغة عشان تفهموا السعودية؟ لا عادي تلاقيش. والعرب فاهمينه ما تقلقيش خالص.
و اشمعنى ايران اللي عايزين لها حد ما احنا عندنا في كل وحده عنصر تلاقيش خونه كتير. B'ezrat Hashem, with the help of God, Todar Echad, B'ezrat Hashem, we will see victory. Yeh nitzachon malek, כמו שאתה אומר. Full victory, like you're saying. Amen. מברך את ישראל וארצות הברית. Amen ואמן. I'm blessing Israel and the United States. Eliyahu Sion, thank you so much for being with us today. All right, folks, we have been together now for almost 2 hours. انا قعدت معاك بقالي 7 ساعات. انا لو مراتك مش هقعد معاك ده كله. And we're having fun. Are we having fun? Is this a special show today? Or what? Are we really, we're talking about so many important things. احنا بقالنا مع بعض ساعتين مبسوطين يا اولاد، مبسوطين بالقعده معايا ساعتين. انا بقالك 7 عمال اترجم من ده تعبت، بس هخلص برضه اهي. عندنا فيك النهارده خلص. انا ما كنتش عارفه اخلصه قبل كده، وجبه دسمه عليا ليش، بس قلت لا في الظروف دي لازم نسال عليه. Let's finish up a little bit with some energy. Let's finish up with a little bit of energy about the fight that we have on our hands. الخناقه اللي عندك في ايدك. Let's get a Fox update and see it together here. Just get a sense for this. First, Israeli security official tells Fox News. استنى عشان الجماعه دول. بس ايه ميد ايست وور انتنسيفايز. ليه ميد ايست بقت ميد ايست؟ حتى اختصرتوها، مش عايزين تكتبوا ميرو ايست بقت ميد ايست. بغض النظر. Well, I mean, it's not really Middle East because now we have quads. There we go. Iran's quads. Ah, damn. Right there. Quads. I see it. Israel launches new efforts to target Iran's quads, huh? Forces. Yeah, quads forces. They have opened what they are calling the Quds file to systematically go after this branch of... Wait, Quds or quads? ملف الكودز. What the fuck is that? Iran's Quds? Iran's IRGC across the Middle East. They have taken out 7 top officials in Lebanon, and they have destroyed, according to this official, 17 out of 20 of the cargo planes used to transport weapons and components to regional proxies. Just to give you a sense of how kinetic... يا جدعان هو ده مقصود؟ مش لا مش ممكن. انت قاصدها؟ مش no there is no fucking way ان ده مش مقصود. اللي بتاع اوكي اوريك شوف عشان بس المنظر نفسه المنظر ده مقصود اهو. ها بيوحي لك بايه؟ بالبتاع اللي طالعه كده والنبين الزياده دول، والمنظر كله جه منين؟ المنظر ده اهو. مش افلام الفامباير ولا مش عارفه ولا ايه ده بني اي نو. بس بني ادم هم حطوه يعني لابس الكوت اللي شكله كذا واللون كذا ولون جلده محمر ونيابه باينه. جدعان ده fucking vampire. Who's that? Jesus Christ, epic theory vampires. Neo, vampires of Fox News. Oof. فاكس نيوز. انا الثعلب الازرق. ايوه بالظبط. انا ممثل تاني قاعد بيتفرج عليه مستمتع. ايوه الاعلام الامريكي ماشي زي ما احنا عايزينه بالظبط. انا مبسوط بس حد يفهمنا يعني يستبقنا في الفهم. As I was speaking. This is ده مشهد من اللي بنشوفهم بالافلام بتاعت الفامبايرز. I've seen this before. بعدين هيجي سوبرمان بقى يطلع على سكاي بيلدينجز وينقذ حد من حد. With this senior Israeli security official, he updated the death toll on the ground in Lebanon, saying they had taken out... Guys, this is ده مقصود. There's no way إن هو منظره يبقى شكله كده this whole time. I mean بيصور مفروض لايف من تل أبيب. مش انتوا عايزين تصدقوا ان احنا كويسين؟ احنا هو لايف اهو جبنا الفامباير بتاعكم شغال عندنا. Responsible for the Air Force components to Iran's proxies. This official goes on to say that these cargo planes they use to transfer weapons into the hands of the Hezbollah and Iranian militias in Iraq for years, carrying lots of bad things on them: electronic cards, missiles, rockets, advanced missiles, ground-to-sea missiles. Carrying a lot of bad things.
يعني انتوا القاموس كله نشف، شايلين حاجات وحشة أوي. الجماعة اللي هم شايلين الأسلحة من إيد حزب الله وإيران والعراق من سنين طويلة بيشيلوا حاجات وحشة في إيديهم bad things. ما أنا ما عنديش أملى إزاي؟ المفروض أكتب 140 جملة، ال 140 جملة مش رأي كلام تاني أقوله غير bad things. كان bad things، حاجات وحشة، حاجات سيئة. دي كلمة عسكرية؟ ها. electronic cars وmissiles وrockets وadvanced fucking missiles وground to sea missiles، جو أرض وأرض جو. املى هوا يا جدع. Anti-aircraft missiles. The official goes on to talk about the intelligence gathering mechanisms and says there are new mechanisms being used in this round against Iran, saying over the past month, our intel conducted a focused effort. They call it the Quds File. And our objective was to map all the operational architecture. Perfect. لا الاركيتكتشر دي بالذات ما تجيش عند الاركيتكتشر. هنا الهندسه الايرانيه ان طلعنا عليهم المخابرات البعده، طلعنا عليهم بقى ملف الكود. ايه الكود ده يا ولد؟ الكود ده بيقول لنا هنقضي على المشكله اللي جايه لنا بقى من ايران دي ازاي بالاحزاب بتاعتها والافرع بتاعتها. انا بكلم الامريكان دلوقتي بقول لهم انا بدات لكم الليله جمعت لكم معلومات المخابراتيه، بلم الكلام ده كله وانتوا عايزين تسمعوا تفهموا ان احنا شغالين لكم اصلا عشان تعرفوا تعيشوا الحياه المرفهه اللي انتوا عايشينها. Will go after. They added they are going to hunt down these members of the Quds forces across the Middle East to ensure they are not able to support these regional proxies that are continuing attacks against Israel. Even this morning, Hezbollah launching new rocket fire over the border. Guys? All right, Trey Extra, Force in Tel Aviv. Okay, thank you very much, Trey. And these are important things about... Trey, ايه اللي حصل لك لما رحت تل أبيب؟ ليه طلعت وعملت بتاع دي بالشكل ده؟ ليه؟ Tracking the proxies. فافتكرت قلت السنسنفيريا. والله. Monster companies. But we have to also do what Eliyahu Sian says, which is engage in a real battle to cut these guys at the knees, to cut off their oil, to cut off their finances. Let's see that the super chat. Laurel Glass says, engaging broadcast as always. Thank you. We missed you this Shabbat at Fifth Avenue. I was supposed to be at Fifth Avenue Synagogue this Shabbat. I was really looking forward to it too. Hashem will bring you to us another time. B'ezrat Hashem, I really, really look forward to that. I really do. I was really looking forward to connecting with the community, and I'm looking forward to still doing that coming up soon. David says, thank you for all you do. Email sent to your email. Subject, thank you. Todah Rabah. Thank you very much. Corey gives $20 to the tractor fund where we strengthen the Israeli farmers. Is it good? حاطط قلبه في الشغلانه. In the hilltops in Judea and Samaria. Folks, we talked a lot of tactics. We had on the situation in Canada. Folks, ومراتك من تكساس؟ Okay. We had the situation with نسيت كندا من الخريطة. كندا مالها وحشة كوف، بتطرد اليهود. ليه يا كندا تعملي كده؟ بتضيق الأمور عليهم، بتزنقها. وهم عبالهم 100 سنة هناك وعمروها، عملوا لهم طرق وكباري وعلوم وحاجات، وفي الآخر يجوا يجيبوا لهم كنبة ويجيبوا لهم واحد شبه السنوار عليها. ايه ده يا كندا؟ يخرب بيت امك. وتتضربي مقاعدة عسكرية كندية في الكويت. الكويت كانت شايلة قاعدة عسكرية كندية كمان، تصدق؟ يعني هو انتوا مالكم؟ هو انتوا ما عندكوش جنود من عندكم؟ انتوا مستخسرين؟ مش فاهمة. هاتوا الرجالة من عندكم، خلفوا يعني في ايه؟ Giant homes in the diaspora, and I kind of seeing the changes. We had Eliyahu Sian talking about the war. But we can't, we're not going to do one interview right now, which is the interview with Hashem, with God Almighty. We have to finish up our show by thanking God for the miracles that we are witnessing. Israel is
leading the fight against forces of darkness and is in relative safety. Our kids are soon going back to schools, and even when we are being bombed, we're defended by years of good policy and by God's hand that He protects the Jewish people and continues to help us thrive. And that light is coming out strong. You see, the time of war is also a time of light. When we're at war, on the one hand, people are like, oh no, it's scary. On the other hand, they're like, wow, there's strength to Israel. God is with Israel. He's giving them this tiny state. He's giving them planes and sustenance and welfare and medical knowledge and new roads and people have faith. They have children and they have joy in their life and they're building. عكس كل حاجة بتحصل في الشرق الأوسط. احنا كيان ربنا بيدينا معجزات، واقف معانا وبيجيب لنا جيوش العالم تساعدنا، واحنا عايشين مش عايزين ننجو، لا احنا عايزين ثرايف مش سرفايف. ثرايف there is a difference. انا يا دوب عايز سرفايف، يا دوب عايز اعيش. ده عايزه تعيش غلبان زبا. لا احنا مش غلابه ومش عايزين نعيش، احنا يا دوب لا احنا عايزين ننور الدنيا طريقها ونفرح وننبسط ونغني ونرقص ونعمل ونعيش حياه كويسه، واللي معانا يعيش وليه كله يعيش. الناس التانية الضلمه متنيله في 60 عايزه تموت نفسها، واللي عايز يفجر نفسه في نفسه. ايه ده؟ يا بعيد عننا، فجروا نفسكم بعيد عننا. احنا بنحب الحياه وانتوا بتحبوا الموت، كلكم خيبه. انتوا بتحبوا الموت، طيب خلاص. الجماعه اللي بيحبوا الموت يضموا على بعض، والجماعه اللي بيحبوا الحياه يضموا على بعض. يلا بقى توجعوش دماغنا هنا. يلا نرش ميه هنا. That is the great time that we're living. يا اورشليم. War against bad guys is one part of it. You got to fight the Amalekites, but the other part of it is got to receive that Torah, build that third temple. Those are actually part and parcel. And there's no question about it that when the Jewish people are under such a war, and we're seeing such miracles, at the end of this war, I promise you, you're going to see a great return to Torah, to God, to want to see God's face. And the term God's face is a term that's found in the Bible a lot. يا عايزين يشوفوا وجه الله. لما ترجعوا بقى تقروا التوراة بجد وترجعوا يهود كويسين، وتخشوا تأمنوا يعني بقول لكم كده، وتدركوا ان اللي بيحصل معانا دي معجزات. معجزات بتحصل زي اللي حصلت لنا معجزات زمان، معجزات ما بتخلص. طلعوا عندكم يا مسلمين وقولوا لهم القرآن خلص والمعجزات خلصت وربنا خلص ومش واللي فات مات. يلا يا أمة الإسلام والنبي ما تنسوش تقولوا الكلام ده في الإعلام بتاعكم. نسوهم ربنا. فكك من ربنا. مين هو ربنا بيشوفني؟ أنا مالي اللي بيشوف؟ أنا ليا مين المدير اللي بيشوفني؟ أبص ربنا بيشوفني ليه؟ هو ربنا بيديني أكل ولا شرب؟ لا، لحم كتفي من كده في إيد مين؟ ده ولا أنت لحمك وليه لحم كتافك؟ وليه تقطف الكتف؟ من أين تقتل؟ وليه في المطلق؟ وليه؟ ما تعرفش ربنا مين. احنا علمانيين. ألا ولا استنى رزقي من ربنا ليه؟ ألا ما اليهود اهو بيقول لك ربنا هو وجه الله، ده ناقص يقول لك علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. لا اله الا الله. العالم بيدور على رب. ماشي، اليهود بيبداوا لهم القصه من الاول وجديد. انت مش عايز تتكلم عن ربنا، انت حر. وانت لا انا ببني حاجات. وانت رايح فين؟ انتخاباتي، سيره حياتي. وانت شيوعي ماليش دعوه. وانت طب اعمل ايه؟ لما في فراغ الهي، استغفر الله العظيم يا رب، لا اله الا الله، في فراغ ديني في الكوكب فبملاه. انتوا تسيبوا فراغات هملاهم. هتسيبوا عيالكم من غير ما تأمنوا دماغهم؟ هملا لهم دماغهم. هتسيبوا نسوانكم من غير ما نأمن لهم دماغهم؟ هملا لهم دماغهم. رجالتكم من غير تأمين في دماغكم؟ هأمن لهم دماغهم. اي خرم فاضي هخش له. انا عندكم بالمرصاد مستني ثغر اخش لكم بدماغكم وافكاركم في السينما بتاعتكم والدراما والافلام والموسيقى والاعلانات وكل رساله بتوصل بعلوم الله والرسول كلها لا اخش لكم فيها. وانتوا بتعملوا ايه في بعض؟ اراكم بتتخانقوا مع بعضكم البعض. حلو زي ما احنا عايزين.
فك الخناقات بقى من بعده بصوا لي انا، زي ما الهدهد عمال يعمل بيبص الناحيه دي. بقى ما مش بتخانق مع حد في مصر، انا ابص لك انت يا ليشا، عيني عليك يا ليشا وبطمن عليك يا حبيبي. قال لك طب ما تتخانقي مع حد في مصر، ماليش نفسي. طب ما تشوفي لك واحد، ما ماليش نفسي برضه. طب وجوزك بقى هيجي بحبه في المطلق، سيبه في حاله. مش عايزه مالكش دعوه. طب هحسدك على الكنبه والكرسي اللي انت قاعده عليه، احسد يلا ياك شيخ، ها نخلص. لا طب ما تروحي تشوفي حقوقك اللي ما لكش دعوه بحقوقك. طب وين انت كنت كاتبه كلام لسياده الرئيس ولا ايش تمويه؟ ها طب لو حصل لك حاجه في مصر نقول لهم مين؟ نقول المصريين عملوها ولا مين اللي عملها؟ ما برأتها، برأت الذمه، طلعت الذمه ليه يا هدود؟ ليه ما تتخانقي جوه شويه يا هدود؟ خشي اتخانقي معايا حد جوه، البيئه عندك مناسبه للخناقات. يلا خشي جوه، يلا ماما بصي عندك جوه ما ينفعش كده. عدلنا شايفانا ليه؟ ما انت عادي برضه عادي، انا قاعد في الكوكب، انت عدل انا بخصوص. ماشي لا مش قوي. It's another way of saying God's presence, God's face is in my life. My job here as a Jew from the land of Israel, as an Israelite, is to send you blessings to all those who are blessing us. If you are blessing it, لو انت بتدينا بركات او يعني انا شغلتي ان انا ابعت لكم بركه. ايه؟ واحد انا مش فاكر الفيديو ده فين. واحد مصري كان انا والله مش فاكر الفيديو ده، لا قفشته فين، ده كوميدي شويه. بيكلم الصيدليه باين ولا بيكلم صيدلي وفوت يديله فلوس، يعني هات الدواء وقصاده فلوس. قال له لا هديك بركه. يعني يا فندم ده مبلغ كذا، انا هديك البركه، هات بس الدواء وانا اديك بركه. الحساب يا فندم، يوم الحساب يا ابني. اديك بركه، دي نعملها بره تجربه وبعدين نصورها ونذيع، يعني فاهم. بس مش حد مشهور، حد عادي. مش لو مشهور هيعرفوا هيحسوا ويتحسسوا مسدسات. لا اخبار المسدسات المتحسسه ايه؟ so I'm sending you blessings. That's the deal. ده بغض النظر من الكلام اللي طلعه نزل في الاخبار الرسميه لسه من ساعه. اي لا انا هديكوا بركات. Sending blessings to the nations. طب ما تعمل براند فيه كده يا باشا. الله blessings يا زي حبة اعمل براند اي حاجة. بحر بتاع الحاجات اللي بتحطها على الجسم للتنظيف دي اسمها ايه؟ الحاجات الرفاهية اللي من بتبعتوها للامريكان والامريكان يقولوا اوه ماي جاد ذاتس الطاقة دي بعتوها هناك وبيعوا. أو بلاش تعالي حد عايز فكرة، بس ليه شعب بيحب الأفكار. اعملوا بقى ماركة اسمها بركة وعسل بقى اسمه بركة، وبعدين تقول لك ده العسل ده لما تاخد منه هتبقى ايه؟ صاروخ. I want to see God's face. Do you want to see God's face in your life? Look towards Israel. Pray. يعني انا ساعتين اهو ما اتكلمش على ولا جاب سير تومهاك اصلا، عمال يقول لك ربنا ووجه الله والقبله هنا والطريق بتاعنا هو المستنير وبصوا واقناع بقى. ما هو محامي بقى عنده نفس يترافع على الكوكب ويجيب مراته شويه انا طبعا انت تجيب مراتك انا يعني ما بحبش الستات يتدخلوا في تستخدموش المرأة يا جدعان. بزعل قوي لما الراجل يستخدم الست. هل انت عارف في سطرك انك بتستخدم الست؟ او بتستخدمها تبقى راجل ازاي؟ هي بإرادتها تبقى شاذة كده مع نفسها، لا هي عايزة تجيبها من لا. Towards Jerusalem. That's the way to do it. I want to give you the option, the opportunity to be part of it. انا عايز اديك ارجوك من فضلك، انا عايز اديك فرصه جايه لك، نعمه ورزق وجاي لك. انت مالك يا فندم؟ مش انا ابو احمر ليه كده؟
Russian politics. ايه اللي جاب بو احمر قوي كده ليه؟ ايه اللون ده فيه؟ سامعين عصفور؟ يعني عايز اديك الفرصة بعد اذنك. شوف منتهى الادب بيطلب. شفت الادب ده في حتة قبل كده؟ منتهى الادب. لكن لما الادب فضلوه عن العلم بغض النظر مش هتفرق، يعني انا قاعد ما بشتمش بس اديني ما علينا. من فضلك اديني فرصة اني اوريك سكة البركة منين. اديني فرصة اقول لك، يمكن انت برضه ما خدتش فكرة عني، ما تعرفنيش اتكلم حتى اراك. انت الهدود عمال يقول لي تكلم حتى اراك، وانا خدتها شخصي وطلعت اتكلم وعملت حلقة رز العنب. مفيش كده يعني، انا كيفت، انا كمي دماغي كيفت خلاص. اول ما اخرج بقى احنا تجرد ايه؟ حياة ايجابي. حياة ايجابي صح؟ مش محايد ايجابي؟ ايه حياة ايجابي؟ محايد ايجابي. ايجابي ايه؟ ممكن نقول لك محايد سلبي وما نفهملكش حاجة. ال مستنيين بس الإشارة. محايد إيجابي ولا محايد فقط ولا سلبي ولا إيه؟ في بلس وماينس تحت بعض في البتاع. سكوير روت. سكوير روت اوف فاكينج 2 ولا حاجة. الحيادية بتاعتنا احنا نشوف ستيزوس ولا فيسوس ميسوس. باخد البوصلة الأول بتقط على مصر الصبح ولا كده. ناخد منها الإذن. كل يوم إذن ما ينفعش كده كده. اديني فرصة ان انا اثبت لك موقفي، عشان انت فاكر عني حاجة وحشة طول عمرك. اخص عليك. ما يمكن حد بيملى دماغك بحاجات وحشة عني وانت ما خدتش الفرصة ان انت تعرفني كويس. فانا لازم اديك الفرصة دلوقتي، يمكن الفرصة دي ما تجيش تاني، واعرفك بنفسي كويس واقول لك ان نيتي عاملة زي تجاهك. طب وفرات النيل، ايه النيل بتاعك؟ واحد يتدخل في الميه وجعلنا من الماء كل شيء والله لو لعبتوها كده يا ولد المرة والمصحف لو لعبها. انا اطلب منكم اخش لغايه النيل؟ مستحيل. انا اخش سينة الا اخدها منكم؟ لا 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 لا. ده انا يا دوب بحاول احمي نفسي انا وعيالي. ارجع بقى للسرديه دي ايه؟ المظلوميه. واقول للعالم شوفوا يا عالم اهو الناس اللي كنا بنحاول نحمي نفسهم منهم عملوا فيكم، جوعوكوا وشردوكوا وعملوا فيكم حاجات مش كويسة. تستحملوا القرصة الاقتصادية ولا نتك عليها؟ نتك على القرصة الاقتصادية شوية. نتك على القرصة الاقتصادية عشان في شعوب بتكاكي في ساعتها. Subscribe, comment. It's good for that thing called the algorithm, okay? Algorithm. It's like, it's a very important thing to penetrate the algorithm. If you hit like, there's more likelihood that some kid in college is going to get this video and is going to love Israel. Like, that's... حلو. يا شاطر. some kid in college لو عملت لايك ولما اخترق الالجوريثم عشان انت حاجتك ما فيهاش لجان وما فيهاش الجوريثم ولازم ابدا انها طبيعي. طيب وما فيش حد بيدعمك من اي حته في الكوكب والانترنت، ما غير نسيبك من كل ده. ابدو طبيعي، ابدو انا بجتهد. في طفل في عيل بيقولوا على الجماعه الشباب الجامعه في الكيد يعني، عيل في الجامعه هيوصل له الفيديو ده. طب ولما يوصل له الفيديو ده انت عارفه ان احنا بنستقطب العيال من ايام الجامعه، هناخدهم في سنك برحمك تشيل لهم دماغهم، تعمل لهم هندسه رجعيه تبوظ لهم كل اللي احنا هندسناه؟ لا، ناخدهم انتوا صغيرين في الجامعه ونربيهم على ايدينا. لسه بقى لا، ما ناخدش كبار، احنا ما ياخدوش كبار. الجامعه لازم حتى قبل ما الفرنتر لو كلها تخلص تحت سنه 25 فوق 25 خطر. ما تخش مش The easiest way to support... لو سمحتوا دخلوا المعلومات دي في الجامعه. يعني عايزين ايه كمان من امريكا؟ مش السي اي بتخش تجيب العيال من الجامعه؟
طب احنا حط لنا رجل معاك، الرجل اليمين انا والرجل الشمال انت، مش هنمشي من غير بعض. كتف كتف. Israel is to hit like on my show. I'm telling you, it's not for me. It's not for my channel and all that. It's for that kid to penetrate his feed. And when the YouTube algorithm شفت بقى، ده مش عشان انا، ده عشان طلاب الجامعة. مالهم؟ عشان ما يبقوش في ضلالة من امرهم. لا اله الا الله. انت عايز تودي ابنك الاي يو سي والجي يو سي والاف ام اس سي وتسفره على هارفارد؟ ده هارفارد نفسها ضاعت. اسكت اسكت، ما تخليش اقول لك اللي بيحصل في الجامعه وما وراء حيطان الجامعه. اسكت الخرابي، وده حصان بالموضه جوه. نبي العيال والنبي بتغير جنسها جوه، واحنا على الاقل بنفكر بالراجل والست وبنخلف. الدنيا رايحه في الشلاحات عندكم هناك. خليناش نقول خلي الطب مستور يعني. يلا خلي الطب مستور. فانا بعمل كده عشان الجيل اللي جاي ولادكم. sees that, they're going to believe that YouTube is going to, the system is going to make it believe that kid needs to see this thing. So that's السيستم الله. اليوتيوب هيخليه امن ازاي؟ السيستم بتاعت اليوتيوب لا، الالجوريثم، السيستم اللي محطوطه بصنع الانسان. ايوه هيخليه الطفل ده بتاع الجامعه اللي بيروح شباب الجامعه اللي كانوا بيجوا لي زمان، المهم وما زالوا يجوا لي ويقولوا لي كلام ويفتكروا ان الفيديو ده ربنا حطه في طريقه. فاكر الناس لما كانت بتبعت لي لا حول ولا قوه الا بالله، ترسيل سيكولوجية الشعوب بعلم الوصول، اللي هو لا 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 لا. في الايام الاولى خالص، في الايام الايجابيه اللي كنت حلوه وايجابيه في نفسي، ربنا بعتك لينا عشان اشوف الفيديو بتاعك، وكنت انتحر وكنت هيحصل لي يعني في تعليقات كتير كانت بتيجي كده او رسائل كتير كانت بتيجي كده، اخد بالك. وطبعا الرسائل اللي جوه بتتقري من النسائي والناس دي، ما حدش، مفيش برايفسي يعني. مش احنا مش مفيش اللي هو لا ده برايفت شات، فاك ذات شات. غير انه كده I was on fucking display so they can read this. they can read ان في بعض الناس او شعوب او ناس ربنا بعتك ليا. مفيش حاجه صدفه، ربنا مسبب الاسباب. جاب ليشع في طريقك ليه؟ ما يمكن جاب ليشع في طريقي بالهدهد المصري ده الصعيدي ده، ما يمكن عشان خاطر يزداد ايمانها بربهم وتزداد تقوى لا اله الا الله، وتزداد ثقة بالله سبحانه وتعالى له ومحمد عليه الصلاة والسلام والكلام ده. أنا جيت أثبت لك دينك. الله كنت بنكشك جوه كده زغزغك أشوف هتحسي بإيه. لقيتك لسه بتحبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكتر. أنا كل ما أجي نكشك كبرتي عجوزة، دي عجوزة أربعينية. هاتوا لنا الصغيرين في السن لما نشوف نخرج لهم دماغهم ولا لا. والكلام ده بيحصل هناك. طيب انت بقى هنا بقى من امرك، ما انت في ايه هنا؟ بتعمل ايه هنا دلوقتي؟ النبي الله يسترك. قول لي بتعمل ايه في الجامعه عندك؟ في اي جامعه؟ الجامعه بتعمل فيها ايه؟ اروح اكتشف في جامعه من الجامعات دول واشوف ايه اللي بيحصل واطلع اردح ويبقى اسمها دخلت الجبهه الداخليه وهتقرفينا جوه والليله دي. وانا ما بعرفش اخش حته غير للاسف بتخانق. مفيش حته بعديها غير لما الاقي خناقه. ايه ده؟ like, subscribe, comment. Please do that now. واحدة قاعدة على الحدود بتحارب بره، فأكيد لما تخش جوه مش هتتكهرب يعني. ما ينفعش تجيب واحد جندي مقاتل وتقول له ها كرواسون ولا برسيم. أفندم أنا باخد طلقات بره سيادتك، مش وقته. في إيه جوه؟ اعملوا اللي تعملوه جوه. أنا ما أعرفش إيه اللي بيحصل جوه. أنا بره دلوقتي، أنا على الحدود، بقى 4 سنين على الحدود. تقول لي برفان ولا برسيم؟ أنا ما أعرفش اللي أنتوا بتقولوا، مش فاهمة اللغة. أنا بره بتضرب بالنار وانت قاعد بتنقي بالبرسيم والكرواسون. الله جند غير اللي بره، غير متكهرب يابا، متكهرب يا فندم شويه. لما تدخله جوه بقى وتحسسه انه ايه، يلا انتوا كيوت جوه. انا مش فاهم جوه، انا متكهرب في نفسي عبال ما اتعالج. النبي ماشي بالعلاج بجد اهو. من ساعتها واخده حبايه واحده بس، اسم الله عليا. واحده ولا واحده ليش
كتر خيرك يا ليش خلتني ما كنتش دواء كتير. والله نبي انت الدواء، نبي كنت باخد دواء عشان ما اقعدش اعيط كتير. لقيت ليش قلت واخده ليه؟ ما بيخليني انام. فلما اقعد اقضي وقت كده مع ليشا اتبسط يعني. طبعا امن الدولة تمشخني قريب جدا. نفسي انت بتنكشيهم ليه؟ مش هما اللي معنيين بالناس اللي جوه اللي بيعملوا حاجات وحشة؟ طب يلا ما انا جوه اهو، ما يلا يا جدع اعمل اي منظر عشان ما تحبسش هناك. نكلبشك كده وكده يعني؟ لا، لازم تبقى جريمة موثوق فيها مع رصد الترسيب والترصد. ايه جريمتها يا فندم؟ تخابر. بنتنا بتعمل ايه؟ قاعدة بتكلم ليش على الملأ؟ قدام الناس كلها. طيب ما بتقول لنا عادي. ايه اللي فين التخابر فيها؟ فين يعني؟ مش غلط كده يا فندم؟ م- آه، 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 إيه إيه مين لا في خسائر جايه من هذا الموضوع، ولا بتنور عقول للناس وتقول لهم خلي بالكم ده اللي بيحصل عشان تبقى راجل حقاني بس عشان هنتحاسب؟ بتقول لهم خلي بالكم ده اللي بيحصل. طب خلاص بتظلم عليه يا فندم. انا مش قصدي اعلي صوتي عليك، بس بتظلم عليه يعني ما بتعكش. And don't forget to also support the show. Supporting the show is easy with our new website that we're so proud of, buildisrael.com, because we believe in عمرها building. يا ليشا الست نجوى كرم اللي انتوا بتاخدوا عرضها دلوقتي يا عيني. عيني يا لبنان معلش. مش عارفه اقول ايه. حاجه توجع جدا. انا مش عارفه توجع علينا ولا عليهم ولا على مين ولا مين ولا مين. ما سبتولناش جرح يخرب بيوتكم، والله ما سبتوا حاجه غير لما اتجرحت. طيب ماشي. ولبنان سابت نفسها ليه كده؟ ليه؟ الله جميله. كانت بتقول لك بقى عمرها. وبعدين قعدت سكت نجوى كرم ليه؟ طيب كويسه بتقول كلام من قلبها يعني. ليه القوة الناعمة بتعملوا فيها كده؟ ليه بتقهروا الناس القوة الناعمة؟ مين اللي يقف لكم في وقت الحروب اللي زي دي؟ Israel together. You can be a builder of Israel. BuildIsrael.com. ربنا مديكوا يا عرب الا اكشف تتوقوا بقى. مديكوا كتير. الله اسرفتم على انفسكم، ولا اتحدتوش ولا خدتوا عين منافع. ولما تسافروا بتبوظوا الدنيا يعني، وتدمنوا وتذلوا في بعض وتتراهنوا وتلعبوا قمار في ليه يعني؟ واخدين الحياة لعبة ولهو. ويجي اللي غيرك ربنا ودود مش هيقبل يقول لك انا بجيب لك مفيش، انا جايب لك عبرة عشان تتعلم. هسيب عليك دول. عمال اديك واديك وانت مش راضي توصل لك تشوف رسالتي. هلا قلبك اتحجر. بتعمل شغل مش كويس في الدول التانية بالوكالة. هلا انا بديك ده كله عشان تعمل كده؟ ايه انت مش فاكر ان في ربنا فوقيك؟ مش شايفه ليه؟ مش شايفين. يا رب يشوفوه، يا رب يشوفوه حقيقي. ليش على نفسه بيفكر شعبه انه يشوف ربنا قبل ما يشوف البي 2 والنوكس والتاماهاك والجزر اللي بتتاخد والجزر اللي بتقعد ولا الليله السوداء دي كلها. طول ما قاعد يقول لك يكلمهم يوجههم بروح الشام ربنا باذن الله بحكم الله بامر الله. انا هو ما يعمل بحاجه بقى ما يعمل ماضيته. انا الواحد لما يعمل العالم ما عندوش ايمانه مترنح. قالوا الشيء نزهت كده بالماده والعوز والكلام ده كله. والضمير اللي بيروح بالفلوس وكلام فارغ. والتاني بيصحي بقى اللي هو احنا اهو
انتوا عندكم الازهر ولا حاجه؟ احنا عندنا القدس وبنطلع منها الاصوات الحلوه. انتوا كنتوا بتعملوا ايه في بيت المقدس؟ انا كنتوا تقعدوا تطهروا النسوان وتلبسوهم وتقرفوهم وتضربوا بعض وحماس تضرب فتح وفتح تضرب حماس وتلومونا احنا لما انتوا ولاد مرة في بعض. لا ده لو حد سمع الحيطان ليه ودان. واحدة امبارح B2 Spirit just bombed another Iranian facility business basics. أحا ليه؟ ليه أنا مالي ومال B2 دلوقتي؟ جبت سيرتها الألجوريزم لقط بس. يعني أنا بدي درس في القانون للعرب. أنا والله العظيم ما هو الإشارات باينة خلاص مفيش يعني فرص بتتاخد اللي هو والبعد ده بيقول لك أنا هديك فرصة العمر إن أديك البركة أوريك طريق البركة ماشي إزاي. بيأمن بقضيته بحاجة في حاجة هو مؤمن بيها وغير المرشد والمخبر أو المادة أو أي حاجة أيا كان مؤمن بحاجة. لازم أجيب لك ليش عشان تحس. أنا بستفزك طبعا جزء من إن أنا بعمل لنا أحد بستفزك عشان تقوم. ما تتكسفش تتكلم عن ربنا. تتكسف تتكلم عن ربنا ليه وأنت بتعمل حاجة غلط؟ مش فاهم. يبقى بقيت احنا لا مؤاخذة فجرنا ولعنا وشلحنا. مكسوف ماليش مكبش سيرة ربنا في الموضوع ده. أنا بحلل تحليل موضوعي عسكري فهلوي. ربنا هحطه في المعضلة ليه وأنا مالي ومال ربنا دلوقتي؟ ده البيتو اللي شغالة. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي. Connect to us through Yishai.tv or Yishai Fleischer TV on YouTube. Nice. Another great way to support the show is buymeacoffee.com/Yishai. It's for small donations to help be part of it. It's great. It's an awesome system. It gives me spiritual caffeine. And also, don't forget where I work, which is the Jewish community of Hebron, which houses the tomb of the forefathers and mothers, Abraham and Sarah. أنا عايز أروح أعمل تور هناك لو سمحت عشان ده بيت سيدنا إبراهيم ويقال يعني سيدنا إبراهيم وسارة وإسحاق ويعقوب عايز أشوف الباباز الماماز. عايز أروح أشوف الأنبياء اللي بحبهم فين. مش هم كانوا هناك. أنا عايز أروح أشوف بقى يلا. Jacob and Leah, and Jacob is Israel. Don't forget that. Okay, so بيأكد إنه جاكوب يعقوب هو إسرائيل. النبي سيدنا يعقوب ما تقدر تستحمل الاستعمال اللي يعقوب عمله اللي استحمله. اقرا في القرآن الكريم. اقرا من باب العلم من باب المخابرات. مش المخابرات بتقرا كتب مختلفة. اقرا يا اخوي اقرا بتجرد سلبي. وحيادية سلبية وحيادية إيجابية بغض النظر. ما تخافش تقرا يا اخو ما تخافش. ما انا بقرا لك حاجتك والتلمود جوه في الاوضه والله منور. جنب القران حتى التلمود. استغفر الله العظيم يا رب. في نص الكتب كده وكان في واحد مديني في القران كده والتلمود جوه وهنا حاجاتك كلها في كل حته. يعني نجمه داوود عندي في البيت في كل حته. بسم الله عليه. قال فعادي ما تخافش انك تقرا المصحف وشوف اقرا سورة يوسف عشان تفهم بس العربي باللغه العربيه. سورة يوسف كانت بتتكلم عن سيدنا يعقوب عليه السلام. شوف بقى سيدنا ايه لهوي يا خراب. انت عينك ده انت عينك ما دمعتش يا باشا. عين سيدنا يعقوب نفسها جات لها ميه بيضاء. كرهت العلم اللي انتوا بتقولوا جايين من عندكم علم. بغض النظر ان اولادنا برضو عندهم علم. ولادنا لما بيتعلموا بس ما حدش بيقدر الحته دي. مش عارفه ليه. المهم ليه ما تقدرش اللي جاي من بره فسيدنا يعقوب لو تدبرت اقرا ما تخافش تقرا. لو انت راسخ في ملتك ما تخافش تقرا اي حاجه تانية. انا قاعده بقرا التلمود عادي. ايه يا رسول
شوف بقى يعقوب بجد ايه استحمل ازاي ده كله، وعارف ان ولاده بيعملوا حاجة سيئة فعمل حاجة سيئة في يوسف عليه السلام. وكان قايل له في البداية بقى مرة الآيات بتقول ما تقولش الحلم لإخواتك عشان الشيطان ما يعملش بينكم مشكلة. فعارف يعني عنده علم ربنا سبحانه وتعالى. وكمية الظلم اللي يوسف مر بيه يا نهار اسود، ظلم بس يعني كمان. أنا بتظلم من طفولتي، من وأنا طفل بتظلم. فين يوسف عندك في الرواية؟ وراح بقى عزيز مصر. سبحان الله يعني، سبحان الله. اخواته تأمروا عليه نخلص منه ازاي ده، نقتله ولا نمشيه ولا نطفشه ولا نعمل فيه ايه؟ يوسف اخواته ما كانش عندهم قلب، بس ساعتها الشيطان نزع القلب منهم. فتنة زي العرب لما اتفتنوا عشان مين اللي يقعد على كرسي القيادة. انتوا بتتفتنوا دلوقتي، لازم حد يصبر عليك. وكان صابر ليه ان انا مصري، حد صابر يعني لا يكشف رسالة كون مسلم. امال يصبر؟ انت صابر ليه؟ صابر ليه؟ صابر ليه؟ لسه لازم الصبر الجميل صحيح صعب، بس مش مستحيل. احنا بنتعلم من الأنبياء. سبحان الله. وكانوا بيحضروا لما بتكلم عنه، بشوفه ما اقدرش، مش عارفة بشوفوش من جس بكاء يعقوب لوحده. سيدنا يعقوب لرضي بكاء وجعه مش صبر عليهم كل ده، وراحوا خدوا الفرصة وراحوا. يعني الظروف أراد الله إن الخزانة تبقى في مصر، والكيد المم يبقى في مصر، الأمن الغذائي اللي بي اللي بيشيلوه من العالم دلوقتي عشان يكفروا العالم، يخلوا العالم مش مفيش ربنا، مفيش مش هشوف عمدا اهو عمد. اسمع وشاتي الكلام اللي اتقال في المخابرات المشروعة كلها، الحاجات الفيرتلايزرز اللي انا عمال اقول لك لو حاجات سماد تزرع الارض تزرع الارض، فتحكموا فيها. اثبتوها. اتحكم في غذائك عشان اتحكم في الشعب بتاعك. ما كناش بندرس كنافة هناك. بعدين جت مصر بقى كان يوسف ايه؟ يوسف ربنا رزقه بعين من عند ربنا كده، يشوف ويفهم الأحلام ايه وعارف يخطط. وربنا من عليه بكده، اضطروا يجوا بقى لمصر يعني عشان ياخدوا كيف، ياخدوا ماما كانوا من البدو. and man and الخطة اللي يوسف عملها ربنا وصفها انه كذلك كدنا ليوسف، مش معناه انه جياد، ربنا اداله خطة عشان يجيب اهل وعزز ابوه. واقرا بقى التفاصيل اللي اتقالت عن البشير لما رجع واحد من اخوات يوسف يعقوب عليه السلام يديله قميص وياه، وهو فاكرينه مجنون عمال يكلم يوسف ويدور عليه ومستنيه هو هيرجع. كل يوم نقول لك خلاص مش هيرجع. يعقوب إسرائيل ايه ده؟ اهو يعقوب اهو. تعالى تدي بركة ايه؟ تصلي على النبي يا ليشا.
لا- لو لو حد خايف يعني يتكلم عن ربنا والأنبياء فإيه، فأنا ما بخافش أذكر الله والأنبياء. دي فرصة ميكش حد يعلم ولاده يعني. كانوا آه، مش مصدقين يا خلاص. ده هو عارف بقى من عند ربنا، صابر بقى، صابر مع حاجة من عند ربنا، واحنا اللي سبب في قلب يعقوب كل شوية هو عارف حاسس فيه جوه. هشوف يوسف تاني هيرجع، أو هشوفه أهو. يقعدوا يقنعوا إنه خلاص راح مش جاي تاني. هو مش شايف كده، ويفتكروا إنه اتجنن ولا يعني، ويبكي خلاص يشتكي ربنا. انتوا مالكوا بقى، انا بشتكي لله والله، انتوا مالكوا؟ سيبونا تاني ولا تنين، انا قاعد مع ربنا بكلمه، انتوا مالكوا؟ عارف ليه اقدر اصدق اكتر؟ لانه في مصر الحاجات دي بتحصل برضه، يختفوا كده البشر اللي بنحبهم مننا، يقعدوا يقولوا لنا مش راجعين تاني، مش راجعين تاني ليه؟ هو ماتوا؟ ده حتى الميت يا اخي الواحد بيعرف يزور روح، ربنا بيمن على دي. انتوا ايه بقيتوا جحد ليه كده؟ قلوبكم مالها؟ قلوبكم بقت حجارة ليه؟ بخاف عليكم لما قلوبكم تتحول لحجارة. كنتوا شعب طيب، كنتوا معروفين ان انتوا مصريين طيبين مش جحد. ايه الشعب الجاحد ده؟ لا. مينفعش نستمر بجحد، لا يليق ليك يا شعب مصر انك تبقى جاحد، لازم ترجع طيب، شعب طيب يتقال عليه كده ويفضل كده، مش اهبل. فدي كرم من عند ربنا، تقول تبقى طيب، تقول يبقى لسه قلبك بيرق، قلبك بيرحم، عنده رحمة وسط القرف اللي احنا فيه ده. تبقى في قلوب رقيقة أو حساسة، بدل كل الغلظ غليظة عليك القلوب، غليظة. تحس إن الجو تلج. التلج ليه؟ والتلج بيسن زي السيف كده، بيطلعوا سيوف من التلج يغزوك بيها. دم بارد في ايه؟ فين المصريين لا مؤاخذة؟ فين؟ لازم اروح اشوف ليش عشان اصحي المصريين واقول لهم اليهود جايين ياخدوا مكانكم؟ لازم اعمل كده، ناخد اللفة اللي بتوجع؟ لازم اديك من وجعي شوية، تصب لك شوية وجع يكش تحس، يكش يبقى عندك دم انت وهو. فاكرين نفسكم قادرين عليها انتوا كمان؟ ايه، كل واحد هيبقى جبار على الارض. كفايه تهدوا شويه، اهدوا تقولنا شويه. فيعقوب لا لو يعقوب هو سيدنا يعقوب is another story يا ليشا. انا مش بقول ليشا مجازي، هو اسمه فعلا ليشا، المصري بيقولوا عليه ليشا. سيدنا يعقوب حاجة تانية، حاجة تانية خالص. إيه قريت أصلا يعني. آه آه وربنا عززه ودخل مصر في مين؟ ايه كانت قصته بقى في البدو؟ ليه؟ وانت عارف تطلع تاكل الذئب وتاكل العيال، مفيش خالص حماية. كانت مصر حماية، كل حاجة كانت مصر، كل حاجة. فأنا أقدر أجيب سيرته بالطريقة دي وأعزز مصر ليه؟ أنا أعمل نفسي مش شايفها أصلا، وأعمل نفسي أنا رمانة الميزان. أنت مين يا ابن التايهة؟ اسمع، أنت مش بتاخد دورك يا مصر ليه؟ خد دورك الصح، خش برجلك، خد. مفيش الدور فاضي،
الفاكيوم موجود اوريدي. ده وده مش موجودين. انت مستخسر توريهم للعالم. ادخل، ادخل بدول، ادخل بده وبده، ادخل عادي. ادخل. غيرك بياخد مكانك ليه؟ بالزور وبالتأليف ويلف ويدور ويقطعك وتبقى نايم متحسس مسدسك وصاحي تتحسس مسدسك ودماغك مفيش صداع طول اليوم ومش ايه ده. وتجري على لقمة عيش يمين وشمال، مفيش استقرار أبدا. ليه؟ مش من حقك تشوف النور وتستقر؟ مش من حقك تعيش وانت ربنا خلقك عشان تتمرمط؟ يعني المرمطة ليها حدود برضه. ليه انا عمري كله ما واهب عمري للمرمطة؟ ليه ما حدش، مفيش راجل يسندك او ست تسندك؟ فين الرجالة فين؟ لا مؤاخذة. اه، دي مسؤولية. مسؤولية. الرسالة دي مسؤولية. الدول بعض، الدول بعض بدل ما حد تاني يسوقكم. هتلاقيهم جايين يسوقوكوا وساعتها شعوركوا سيء. هتتذلوا، هتحسوا بالذل وحش. شعور الذل وحش. مش هتحسوا غير لو بعد الشر ايه، سبتوا الدنيا كده. سبتوا الدنيا كده. انا قلبي بيترعش وانا بقول له كده. فهمت؟ انا في 40 سنة عشت اكتر من كده. هي تونس نص الشعب ده شباب والنص التاني عواجيز بقى، عارفة ماسكين في البتاع. ايه يا فندم؟ خلاص، خلاص. انت هو تاخد زمنك وزمن غيرك؟ خلاص، خلاص. درب الطفل الشاب، دربه، اديله المهام يتدرب. خلاص مش هتروح ولازم تسيب الرسالة. اديله خريطة، اديله حاجة يعرفها يشتغل بيها بكرة. كان هيكل بيقول كلام مش عارفة اصدقه ولا لا. اقول لك في مصر ما يحبوش يقول. لا، طب ويشتغل اللي بعدك ازاي؟ ما انت هتروح لربك، مش قاعد. ما حدش قاعد فيكم. اللي قول اللي استأمن حد وقول ويعلي وربي ده خلاص بقى. لازم تثق في الله عشان تعرف تلاقي حد تثق فيه. انا تبقى طول عمرك مش واثق، خلاص. ولا فين ربك بقى؟ فين ربك لأن انت عندك ثقة مهزوزة كده؟ فين رب العالمين اللي مش واثقين فيه ده؟ ده البنت عيني رامية نفسها في نص كده. اللي أروح مع ربي بقى هعمل ايه؟ اتعلم من البنت، اتعلم من البنت جاية لوحدها وفي هروح ربنا ماشية معاها اللي يجي عنده. ما اعرفش. وايه؟ ما لازم هتثق في حد. ما ينفعش الدنيا تبقى عايشة بالشكل اللي كده ده. لازم تتوكل على الله بقى. once and for all يعني. فسيدنا كوبا thank you for إن أنت فكرتني بسبب أحبابنا اللي مش معانا بس معانا. لو عايزين نفتكرهم هنفتكرهم، هنفكر فيهم ونتخيلهم. احنا كده بنذكر ربنا، فهتلاقي ربنا بيتكلم الملايكة علينا. نيالك اذكروني أذكركم. سبحان الله. هتجيب سيرة ربنا هيكلم الملأ الأعلى عليك. مش لسه بقى يبعت لك رسالة للرئيس ورسالة للصيني ورسالة لا، هو هيكلم تخيل انت بتتكلم ربنا دلوقتي. سبحان الله. عشان بتجيب سيرة الله فهيذكرك. هو وعدك بكده في القرآن الكريم. جيب تتكلم عني هتكلم عني. ما تنصرني أنصرك. ما ده وعد. وعد ربنا بقى مش محتاج حاجة. سبحان الله. اقول لكم تاني ارجعوا مصريين تاني. عشان انا مش عارفة انتوا مين. الناس اللي بشوفها كده انتوا مصريين ولا حصل لكم ايه؟ وجارك اللي قاعد مستني فرصة اهو. تبقى متربص لأمريكا نفسها مش هتربص لك. مستني فرصة. لازم تبقى عارف واعي ده.
كل يوم تبقى عارف هو واقف ده. اه ده شايلها مسؤولية، تبقى حاضر سادت هاي حاضر، يجي يقص نبضك يلاقي نبضك ايه. لا انا مركز معاك متقلقش، ما عنديش مشاكل جوه، انا مش متخانق مع صاحبي ولا زميلي ولا جاري ولا ليه، انا معاك. يجي يقص نبضك يلاقيك صاحي. انا مش هجس، كل ما اجس نبض كهربني المصري ابعد عنه، ما لاقيهوش، لا من تحت ولا من فوق ولا من الشمال واليمين ولا حتى خالص. لازم كلكم تعرفوا كده، تبقوا في حيطة سد. الشعب نفسه يبقى هو الدفاع. مش هجيب مش عارفة مني يتريق على 100 مليون في ده، لا. الشعب يبقى عارف ايه اللي قاعد له، هو قاعد لك على بعد. والنبي ده انت لو رحت من التجمع لاكتوبر اقرب من المسافة الليشة، مش 200 كيلو منك، ولا محتاج طمعك ولا نيلة، ده حمامة بزبلة. سبب الإقناع دلوقتي. ربنا جايب لك اللي قاعد لك وقلبه عليك وايه. انت نمت صحيت ورحت شغلك وفطرت ولعبت كل، وانت في حد تاني قاعد لك عايز يخلي باله منك. ما اعرفش، في ناس كده بتتخلق عشان تحمي، وانت مش دريان، مش دريان ان في حد قاعد بيخلي باله منك. يعني في الحمد لله. Yeah, let's get for today. Yeah guys, إن شاء الله تبقوا إيه، قولوا الحمد لله. لا قولوا الحمد لله. يلا السلام عليكم.